اليوم أنا بألمانيا حتى نروح نشوف الملاجئ الحرب العالمية الأولى. اليوم سافرنا خصيصا من أستراليا لألمانيا حتى نشوف أقدم ملجأ تصمم أو انبنى خلال الحرب العالمية الأولى سنة 1914. مثل ما قاعد تشوفون ورايا المنظر كلش حلو والطبيعة خلابة، تحسون نفسكم بغير عالم. بس بالرغم من هذا بين هاي البيوت الصغيرة قاعد تشوفوها الملجأ موجود، ويذكرنا بجروح مؤلمة مرت خلال السنين وإحنا ما نريد نتذكرها، وقصص مع الناس هواية محفورة بين أحجار هذا الملجأ. فخلونا نروح نلقي نظرة على هذا الملجأ اللي ضم ناس كلش هواية وحماهم خلال الحرب العالمية الأولى. خلونا نروح سوية. بس قبل ما نروح خلينا نشوف الفواكه اللي هنا نشوفون هنا، اكو تفاح واكو اشجار كلش حلوة وطبيعة كلش خلابة. بس احنا اليوم جايين الفيديو حتى نشوف الملجأ، فخلونا نروح نشوفه. احنا هسه بمدينة كيبلر على اسم العالم الفلكي كيبلر، وهاي أقدم مدينة موجودة بألمانيا، أو مو مدينة، أقدم ضيعة أو ريف موجود بألمانيا، وهي المكان اللي موجود به أقدم وأول ملجأ بألمانيا. رغم مرور السنين والتطور اللي هسه قاعد نشوفه وجمال الطبيعة اللي ورايا، بس يبقى اكو شيء بين هاي البيوت، شيء يذكرنا بحقبة او فترة زمنية مؤلمة بالتاريخ وما نحب نتذكرها، بس يبقى اثرها موجود بين هاي البيوت، وكل ما نشوفها نتذكر هاي الحقبة الزمنية.